مساء الخير نهلة. زيارتنا اليوم لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات. تجولنا في المؤسسة وتعرفنا على طبيعة عملها، أهدافها وأقسامها، وأجرينا مجموعة من اللقاءات. مؤسسة ياسر عرفات مؤسسة مستقلة تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007، وتسعى للحفاظ على تراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وتخليدا لذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، وأيضا للقيام بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. السيد أحمد صبح مدير عام المؤسسة يحدثنا عن مراحل التأسيس والأهداف. مؤسسة ياسر عرفات كما يدل الاسم تعنى بالحفاظ على إرث الرئيس الراحل ياسر عرفات الوطني والتاريخي والشخصي، وتهدف إلى تحويل ذلك إلى ما يمكن للأجيال الحاضرة والمستقبلة أن تستمر أن تستهدي بهذه الشخصية التي تماهى بها ما هو شخصي بما هو وطني، وعاش حياته واستشهد من أجل فلسطين. هذه المؤسسة تم إنشاؤها عام 2007، أي بعد أقل من 3 سنوات من استشهاد الرئيس أبو عمار، بمرسوم رئاسي وقعه الرئيس أبو مازن. وتتكون المؤسسة من 3 أجسام لإدارتها: مجلس أمناء كبير يضم أكثر من 100 شخصية يرأسه الأستاذ عامر موسى، الذي كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية عند إنشاء هذه المؤسسة، ويضم شخصيات عربية كثيرة من موريتانيا غربا إلى الخليج العربي شرقا. فيها 40 من 100 عرب غير فلسطينيين، و60% تقريبا فلسطينيين سواء من الداخل أو الخارج. ينبثق عن مجلس الأمناء الذي يجتمع مرة واحدة في السنة في مقر وضيافة جامعة الدول العربية مجلس إدارة يتكون من 15 شخصا، منهم 5 أيضا من الأشقاء العرب المقيمين خارج فلسطين بالطبع، ويرأسه الدكتور ناصر القدوة. ومن ثم الجهاز الإداري لمؤسسة ياسر عرفات بمتحفها. أهم ما يميز هذه المؤسسة أنها تؤرشف وتحفظ مقتنيات الرئيس ياسر عرفات، قراراته وأوراقه ووثائقه وصوره وأفلامه والفيديوهات المتعلقة به، سواء لأغراض الباحثين أو الزائرين أو المهتمين، ولاحقا لأغراض متحف ياسر عرفات. المؤسسة أيضا لها نشاطات ذات طابع اجتماعي وذات طابع وطني. أحييكم من أرض فلسطين، أرض الشهداء والصمود، أرض الرباط والإسراء من والمعراج، لسيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم، ومهد ورفعة سيدنا المسيح. من أهم إنجازات المؤسسة جائزة ياسر عرفات. مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة محمد الهندي يطلعنا على هذه الجائزة. جائزة ياسر عرفات للإنجاز تمنحها مؤسسة ياسر عرفات بشكل سنوي لتشجيع العمل الجاد والمتميز في مجالات 5، هي مجالات العمل الوطني أو العمل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي أو المجال العلمي والأكاديمي. الجائزة بتتكون من براءة، شهادة ومجسم ومبلغ مالي قدره $25,000. طبعا بيتم الإعلان بشكل سنوي عن الترشيح للجائزة بفترة بنبدأ تقريبا من آخر شهر 5 بيتم الإعلان عنها، وبيغلق باب الترشيح بشهر 7، وممكن يكون قابل للتمديد طبعا فترة الترشيح للجائزة. طبعا الجائزة في شروط إلها إنه يكون المتقدم للجائزة أو المرشح لهذه الجائزة خدم فلسطين أو خدم الشعب الفلسطيني بالمجالات ال5 اللي ذكرتها أنا سابقا. من الشروط المهمة أيضا للترشح للجائزة هو إنه مش الشخص برشح نفسه، بيتم ترشيح الشخص من قبل شخص آخر أو مؤسسة أخرى. يمكن ترشيح مؤسسة ويمكن ترشيح شخص بذاته. يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة ليلة 11/11 ذكرى استشهاد ياسر عرفات في المهرجان السنوي الذي تقيمه مؤسسة ياسر عرفات لإحياء ذكراه في قصر الثقافة. شعب الجبارين هو اللي هيطلع منه زهرة من زهراته وشبل من أشباله ليرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس ومعادن القدس وكنائس القدس. القدس رايحين شهداء بالملايين، القدس رايحين شهداء بالملايين. واللهم يا رب
اللهم يا رب الكون أطعمني أن أكون شهيدا من شهداء القدس. مؤسسة الشهيد ياسر عرفات تسعى لإنشاء متحف للرئيس الراحل ياسر عرفات. حول هذا المتحف تقول مديرة البرامج في المؤسسة تاني رفيدي: متحف ياسر عرفات هو راح يكون متحف للذاكرة الوطنية الفلسطينية. راح يحكي عن كل المراحل اللي مر فيها الشعب الفلسطيني. راح يفتتح إن شاء الله الصيف هذا. راح يكون متحف على مستوى، في فيديوهات وفي مقتنيات وفي صور وفي طبعا قاعات متعددة الاستخدام، ونتمنى انه راح يعني ينفتح امام الجمهور في هذا الصيف، ونتمنى انه يكون او توقعاتنا راح تكون انه راح يكون الاقبال عليه شديد، لانه هو بيأرخ مرحلة مهمة من مرحلة النضال الفلسطيني. وشيد المتحف خلف الضريح، وهو متصل في الغرفة اللي كان محاصر فيها ياسر عرفات، وراح تكون زي ما هي، زي ما تركها هو، بكل الأجهزة وبكل الأدوات الموجودة وبكل الأشياء اللي كان يستخدمها. نعاهد أرواح شهدائنا الأبرار وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية وكل الأحرار والشرفاء في العالم على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال. وسعيا لتحقيق أهدافها في إبقاء تراث ياسر عرفات حيا، تقوم المؤسسة بجمع وإنشاء أرشيف مختص بإرث الشهيد الراحل ياسر عرفات. مدير الأرشيف محمد ناجي يقول: الأرشيف الإلكتروني بمؤسسة ياسر عرفات هو قسم الأهم، أو هو من أحد الأهداف المهمة للمؤسسة، وهو توثيق طبعا تاريخ الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات وكل ما يتعلق بالثورة الفلسطينية. في يعني احنا بنسميه عنا حكاية 100 عام الأخيرة، اللي هي قصة الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني من 1917 مثلا، خلينا نحكي، أو حتى من قبل الانتداب. فعملنا بقسم الأرشيف بأقسامه المختلفة، اللي هو الأرشيف المكتوب والأرشيف المرئي والمسموع وأرشيف الصور. هو إنه تجميع هاي المواد الأرشيفية كلها من مصادر مختلفة، طبعا بعملية بحث يعني موسعة بتشمل كل دول العالم، بتشمل كثير من المصادر الصحفية والإعلامية في العالم، للحفاظ على هذا الموروث. احنا جميعنا مشاريع شهادة في هذه الأرض المباركة، في هذه الأرض دفاعا عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية. نحن شعب الشهادة، نحن في رباط إلى يوم الدين. يريدوني إما أسيرا أو إما طريدا وإما قتيلا. لا، أنا بقول لهم شهيدا 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 شهيدا. كنا وإياكم أعزائنا في زيارة ميدانية لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات، وإلى لقاء آخر ومؤسسة وطنية أخرى.